اكثر حاجه الاخوان كيكرهها اي سائق هي انه يطيح اون بان، خصوصا الاخوان اللي كان في شي مدينه اللي ماشي المدينه ديالو. داكشي علاش الاخوان غنعطيكم واحد القصه ديال واحد الصديق اللي وقعت ليه، وكنظن ان فيها واحد العبره كبيره لكم الاخوان باش انكم تردوا البال. داكشي علاش اتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا مزيان، راه غتستافدوا مزيان والله يفك على خير. انا ما كنتمناش لومبان لاي واحد، لا ليا لا ليكم الاخوان. واحد صديق الاخوان جاي من مدينه طنجه، جاي لمدينه اكادير، عنده طوموبيل سيتروين بيرلينغو موديل 2013. طوموبيل عنده نقيه ما شاء الله. جاي من طنجه، هز وليداتو، جاي يعني لمده ديال عام تقريبا ما شاف والديه، جا باش يطلع على الوالدين. الناس هادو هما الاكثريه اللي كيتستغلوا بزاف من طرف الميكانيكيين ومن طرف واحد الاشخاص اخرين. على اي حال الاخوان جاي ما بيه ما عليه، جاي تقريبا حتى لمدينه قنيطره، دار المازوط ديالو، جا حتى لمدينه كازا وبالضبط في بوسكوره، خلاتو الطوموبيل ديالو اون بان الاخوان وهز وليداتو. والانسان اللي بقى اون بان راه كيولي مستريسي بزاف، يعني كيكا وكيكون امتع عليه غير يكمل الطريق ديالو وتقاد الطوموبيل، ما كيبقاوش كيهمو الفلوس. ولكن هنا فاش تعرضوا الاغلبيه ديال الناس للنصب في هذه اللحظه هذه. الاخوان عيط للمود ديباناج، جا هز ليه الطوموبيل، قال لي فين بغيتني ندي لك الطوموبيل، قال لي خاصني نديها تصاوب. هو يقول لي مول ديباناج، قال لي راه كنعرف واحد الميكانيكي صاحبي راه مزيان تيقه وهادي وهادي. قال لي ماشي مشكل خذني لعندو. الصديق ديالي الاخوان بغى غير الطوموبيل ديالو تصاوب، هذا هو الهدف ديالو، ما بقاش كيبانوا ليه الفلوس، ما بقى كيبان ليه والو. هز مع وليداتو، خصها تصاوب الطوموبيل ديالو في اقرب وقت. وعنده الزهر انها كانت تقريبا 10 ديال الصباح فاش خرج من طنجه، هو خرج الصباح بكري. دا الطوموبيل ديالو للميكانيك اللي كيعرفوا بطبيعه الحال مول ديباناج. ما نعرفش كيفاش اتفقوا هو وياه. الميكانيك حل طلع على الموتور، جرب اماش، هو يقول لي حقا الموتور ديالك راه مشى صافي، الموتور ديالك راه مشى، خصك ضروري تبدلو او لا تحل الموتور. الا غيتحل الموتور خصك تسنى واحد يومين اللي غنقاد لك الموتور ديالك. الصديق ديالي بحكم الزربه وقال لي شحال ما شحال بغيت، قال لي نحط موتور تم. قال لي الا بغيتي موتور المهم مزيان، قال لي موتور مزيان 15000 درهم بالتركاب ديالو ماشي مشكل، غنقضي معاك الغرض وانت شاد الطريق وهادي. على اي حال الاخوان، الصديق ديالي كان جامع واحد البركه ديال الفلوس غادي بها اصلا للبلاد، قال ماشي مشكل، قال لي بدل لي الموتور. بدل لي الموتور الاخوان. فاش بدل لي الموتور، الصديق كان عنده واحد شويه ديال الاسباس في الكوف، ومع السيتروين بيرلينغ وتبارك الله كتهز شويه تقل. قال لي ماشي مشكل، هذاك الموتور القديم بغيت نديه معايا. داروا في الكوف، غلفوا مزيان، داروا في الكوف باش ما يقطر ليه الزيت، باش ما يوسخ ليه الملابس ديالو، يعني الحوايج ديال الوليدات. داروا في الكوف، جاوبوا مع الاخوان لمدينه اكادير. وصل على خير. الموتور اللي ركب ليه هذاك كان يعني نسبيا مزيان، وصل يعني لمدينه اكادير. النهار الاخر الاخوان قرر انه يمشي للميكانيكي صاحبه اللي كاين في اكادير باش يقلب ليه الموتور القديم. دا ليه، هبطوا الموتور، شاف الموتور الاخوان، حاول انه يدير ليها مارش، لقى المشكله الاخوان فقط من لي زانجيكتور، واحد جوج ديال لي زانجيكتور اللي قاسهم واحد شويه ديال الماء فقط، هذا هو المشكل. قاد لي الموتور يعني ب1000 درهم، التكلفه باش تقاد الموتور القديم 1000 درهم. هو يقول لي حقا شوف لي هذا الموتور اللي ركب لي السيد في كازا. فاش شافوا الموتور لقاو الموتور نص خدمه، غامضي باني وصافي. قال لي اعطيني التقييم ديال هذا الموتور، شحال تقريبا الثمن ديالو؟ قال لي تقريبا 7000 درهم، ما بين 7000 درهم حتى 8000 درهم. والسيد اللي في كازا حسبوا لي ب 15000 درهم. انا ما كنعممش الاخوان، ما كنقولش باللي راه جميع الميكانيكيين باللي راه خايبين، او لا باللي راه جميع صحاب الديباناج راه خايبين، غير انما كنقول لكم ردوا البال. وكاين بعض الحيل اللي خصك تستعملوهم باش انكم تفادوا بحال هذا النوع من الميكانيكيين وبحال هذا النوع من الشلابيه اللي غادي يدوا لكم فلوسكم وغادي يستغلوا هذه النقاط ديال الضعف ديالكم. الا بغيتونا الاخوان نعطيكم مزيد من المعلومات في هذا الموضوع، ما تنساوش تخلوا لي كومونتير وبارطاج باش نعطيكم معلومات اللي هي دقيقه. عجب الله تحطي في هذا الموقف، الله يفك على خير، تلقى كيفاش تفك راسك وتلقى كيفاش تصاوب الطوموبيل ديالك باقل ثمن. راه كاينين بعض الناس الاخوان ما كيخافوش الله بصفه نهائيه، الطمع كيغرهم الطمع. يعني مول الديباناج غالبا كيكون متفق هو الميكانيكي، كيقول لي رانا غنجيب لك الضحايا وانت دير خدمتك وشويه ديالنا تما. يعني راه كيصدق زايد عليك الثمن اللي غادي ياخذ الميكانيكي، يعني خصو يشوف هو البلافو انه يدي اكبر قدر ديال الفلوس، وكذلك خصو يشوف شحال غيعطي لهذاك المول ديباناج. غالبا كتكون التسمسيره ديال 500 درهم، ما بين 500 درهم حتى 1000 درهم كيشدها مول ديباناج. ردوا البال هذه القضيه، ما كنعممش وتحياتي الناس ديال الديباناج، فيهم الناس اللي هما الله يعمرهم بالدار،
الناس ديال الديباناج وكذلك الميكانيكيين فيهم ناس اللي تعاملت معهم شخصيا الله يعمر لهم الدار، نقولها قدامهم وموراهم ما عنديش مشكل. تحياتي لكم الاخوان، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.